ان شاء الله هعمل لكم سلسلة تشمل كل حاجة في لعبة بيس بأكملها. في الفيديو ده هشرح كل حاجة في بيس بالتفصيل، وهعمل سلسلة ومن ضمنهم هيكون الفيديو ده هيكون فيه كل حاجة في بيس لغاية ما تبقى محترف، مهارات بقى، ازاي تطور لعيبة، ازاي كل حاجة. ففي الفيديو ده واللي هو هيكون اول جزء هوريكم ايه معنى الباكجات، ايه معنى كل حاجة. بس اول حاجة قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش السبسكرايب واللايك وادعمني يا باشا. يلا بينا. اول حاجة الحاجات اللي عملت تتقلب دي من ساعة ما بدأنا الفيديو دي سيبك منها خالص، دي هي اللي بتبقى منقولة من الباكجات، منقولة من الحاجات اللي انا هشرحها في الفيديو ده. اول حاجة بقى اللي هي شايفين البتاعة الصفرا اللي فوق اللي انا معايا منها 370 دي بقى الكوينز اللي بتفتح منها على الباكجات. واللي ما تعرفش الباكجات هقولها لك دلوقتي عن الباكجات، اصبر. بعد كده اللي هي البتاعة اللي جنبيها اللي هي اسمها جي بي اللي هي لونها زرقا دي اللي معايا 5 منها 1.5 مليون دي بقى تشتري بيها لعيبة، بس اللعيبة دي بتبقى ضعيفة. فيلا بينا اوريكم الباكجات وازاي تشتري لعيبة. اول حاجة بتدوس على العقد، بعد كده تدوس على قائمة اللاعبين المميزين وهي دي اللي بتكون الباكجات. الباكجات دي هي اللي بتبقى كويس وبيبقى فيها لعيبة قوية، زي مثلا الباكج ده اللي فيه محمد صلاح وكييز وسون جنان. فايه لو مثلا انت عايز ممكن تفتح بحظك بقى، تفتح بالكنزات، بس انا مش هفتح يعني دلوقتي. فانت ممكن تفتح يا بقى وممكن يطلع لك اي حد من الثلاثة وممكن يطلع لك اي حد من دول، فانت وحظك بقى. انا شايف ده كله 150 لاعب بيبقى في الباكجات دي. وفي حاجة تاني من نوع الباكجات اسمه نجوم الاسبوع، ده بقى بيبقى فيه 11 لاعب وبرضه على حسب حظك اللي فيه زي فودن وبدري. بعد كده يا باشا نطلع كده في الاخر هنخلص دول بقى اسمه كود الترشيح، زي مثلا ده اهو دوس على الترشيح. انا جبت ايه ده، انت بتدوس على التوقيع، جبت انا رودريجر. انت تدوس على التوقيع وتشتريه، لازم يبقى معاك عملات زي اللي من فوق دي. انا معايا 4 من العملة اللي هي هم 5، معايا 9 من العملة اللي هم 4، معايا 5 من العملة اللي هم 3، معايا 0 منهم 1. فأهم واحدة فيهم هي ال5 اللي أنا اشتريت منها ايه رودريجو. فدي بقى اللي آخر 2 دول اللي هي في الباكيت، آخر 3 اللي أنا في الباكيتات دول بقى براحتك انت تختار اللعيب انت وتدوس على توقيع وتشتريه، ماشي. دول بقى انا كده شرحت الباكيتات. بعد كده يا باشا هنا عندك قائمة اللاعبين القياسيين، دي اللاعبين اللي انت تشتريهم بالجي بي. عندك زي هالاند 420 جي بي، امبابي 450، كان 300 ألف جي بي، بنزيما 200 ألف جي بي، وهكذا تشتري واحد. بس يعني منصحكش يعني تشتري من هنا لأن هنا بتبقى لعيبة يعني ضعيفة مش قوية جدا. وهشرح برضه فيديو ان طاقات اللعابة دي بتوصل قد ايه. بعد كده يا باشا ما انت تطلع تخش على الحاجة اسمها الحزم، والحزم دي بيبقى كوينز برضه زي مثلا حزمة ميسي، تخش عليها بقى في منها ميسي وسواريز وديماريا وفيرديز ودي بوين وترشتيجن وفيتنها وروميرو وهاكيمي وبدري واخر واحد مش عارف اسمه ايه. فدول ممكن تشتريهم ب1500. عندك المدرب زيكو ب500 ممكن تشتريه، عندك المدرب تشافي الونسو ب500 ممكن تشتريه، عندك جوارديولا ب500 ممكن تشتريه، عندك دي وفيها بعض الصور ميسي وفيها 10 فيها دي بقى اللي ما يعرفهاش اللي هي اخر واحدة الخضرا دي بقى بتقوي لك اللعيبة. يعني مثلا ايه دقيقة لو طلعنا برا كده خطة اللعب دي فرقتي انا. انت طبعا لو لسه منزل اللعبة هتلاقي طبعا الفرقة بتاعتك ضعيفة خالص. انا مثلا لو عايز اقوي مثلا مين، عايز اقوي اللاعب ده دوس على التدريب على المستوى، وبقى شايف اللي هي 39 و72 و70 و11 هي دي اللي انا وريتها لك اللي هي كانت لونها خضرا دي بقى تاخدها وتقوي بيها اللعيبة، ودي بتبقى محدودة منها. انا هشرح ازاي تقوي كل حاجة في فيديو تاني علشان الفيديو ده ميطولش معانا. بعد كده يا باشا عندك تذكار لعيبة قياسية، دي بقى بتاخد بتاع لونها زرقا كده وبتفتحها بيطلع لك لعيبة، بس معظم اللعيبة اللي بتطلع بتبقى ضعيفة خالص فمش حلوة قوي. بعد ما وريتك يا باشا العقد ده بيبقى فيه ايه، عندك برضه محاولات يومية اللي هي دي
المهارات اليومية دي كل يوم بيجيلك لازم تدخل جون، ولما تدخل بتعدي دي وبتاخد هدايا. ولما توصل هنا بقى عند الكرة اللي هي لونها بنفسجي دي تاخد هدايا. يعني أول دورة تاخد نيمار، بعد كده بتاخد تدريب، بعد كده بتاخد صفقة نادرة. الصفقة النادرة دي بيبقى فيها ناس قوية ممكن تفتحها مجانية زي دي مثلا كده. بص لو خدتها تقدر تفتح على دول، عندك اللاعب ده تفتح عليه، وعندك كريستيانو تفتح عليه، عندك كوبي تفتح عليه. بس ده كله بعد ما تخلص الدورة، وكل دورة بيبقى لها نسخة مجانية بس مش على طول. يعني لما تاخد نيمار ونقاط الخبرة دي بتاخد بيه، فاهمين انتوا؟ بعد كده نطلع، بعد كده يا باشا تخش على المباراة. المباراة دي أشرح لكم دول كلهم، وإن شاء الله في الجزء اللي بعده أشرح لكم إزاي تقوي اللعيبة وأشرح لكم باقي الحاجات. أول حاجة الوضع التنافسي ده يا باشا بتكسب منه كوينز، وبتكسب منه بطاقات تدريبية، وبتكسب منه بطاقات بتقوي بيها اللعيبة أو بتضيف ليهم مهارات جديدة. والكلام ده كله هعرفكم بشكل أوضح في الفيديو اللي بعد كده. أول حاجة مثلا لو عايز كوينز انت، فالكوينز دي صعب انك تجيبها. يعني التحديث طبعا في بيس بينزل كل اثنين وخميس. في يوم الخميس ممكن ينزل فعاليتين بس على 50 كوينز، ويوم الاثنين بينزل برضه فعالية او فعاليتين على 50 كوينز. مثلا الفعالية دي كان فيها 50 كوينز بس انا خلصتها يعني، فبيبقى هنا بقى 50 كوينز. انت بقى على انك تلعب تكسب في المباراة دي وبتاخد ال 50 كوينز. 50 كوينز. وفي برضه هنا مثلا دخلت حاجة هي دي ممكن تاخدها برضه، اللي هي برنامج التدريب. دي بيضيف مهارة جديدة لأي لاعب في الخطة بتاعته، وده هتعرفوه بشكل أوضح في الفيديو. والفعالية التانية دي برضه هكذا ممكن تلاقي فيها كوينز أو ما تلاقيش، تلاقي فيها بطاقات تدريب أو تدريب برامج زي ما انت شفتها. والتالتة نفس الكلام. بعد كده الدوري إيه فوتبول اللي هو ده بقى يا باشا بيبقى فيه مكافآت. فشايف الشريط الأخضر ده، نص الشريط ده بتلاعب الذكاء الاصطناعي. أما قصدي في أول الشريط بتلعب الذكاء الاصطناعي، في نص الشريط بتلاعب أونلاين ناس. وده كل ما بتلعب فيه أكتر بتاخد هدايا طبعا. لكن مفيش كويس. المباراة الودية دي لما تلعب ازاي مع أصحابك فيها، تلعب ازاي مع أصحابك. عشان تلعب بقى فيها مع أصحابك هتدوس على إنشاء غرفة مباراة، واحد ودوس إنشاء يا باشا. وهنا بقى بتدوس صاحبك التاني، شايف رقم الدعوة اللي هو من فوق ده اللي هو رقم الغرفة بياخده. انت طبعا هتبقى ناشئ الغرفة واقف زي ما هو، فهو صاحبك التاني هيدوس على بحث وهيكتب الرقم اللي انا وريتهولك هنا، وهيدوس بحث. وبعد كده نخش مع بعض وتدوسوا بقى انتوا التنين تلعبوا. دي المباراة ودية. المباراة التجريبية دي ملهاش لازمة، عبارة انك انت بتجيب فرقة وبتلعب عادي، بس دي ملهاش لازمة. يعني دي ملهاش لازمة خالص. بعد كده فعالية ضد الذكاء الاصطناعي دي بقى زي الفعالية دي مثلا بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها مثلا تاخد جي بي بتكسب. التفاصيل دي لو دوست عليها دي بيبقى فيها الهدف بتاع الفعالية، بيبقى فيها جي بي مثلا بتكسبها. بيبقى فيها حاجات البتاعة الخضرا دي بقى دي بتزود مركز. يعني ممكن كريستيانو يلعب خط وسط، دي لو عملتها له مثلا تخلي كريستيانو يلعب خط وسط، تخليه يلعب مثلا اللي هو النسخة اللي معاك ما بتلعبش مثلا هجوم، يخليها تلعب هجوم كده ماشي. دي بقى فعالية. أما مثلا في فعاليات زي دي بيبقى فيها التعاون لونها بنفسجي، لونها بندية زي دي اهي. دي بقى يا باشا بيبقى هدفها انك انت تفتح على باكجات ببلاش من غير كوينز لو كان معاك النسخة المجانية اللي هي دي. وهذه الفعاليات بيبقى نفس الكلام. والدوري الخاص بيه ده بيبقى دوري بتقدر تلعب فيه براحتك وتاخد كاس في الآخر وهكذا. مباراة سريعة بتلعب ضد ناس أونلاين. وكده يا باشا أنا بكون شرحت المباراة باللي فيها بكل حاجة. الفيديو الجاي إن شاء الله أشرح لكم باقي الحاجات والمهمات أشرحها والمتجر ده والإضافات، وأشرح كل حاجة إن شاء الله. والفيديو الجاي هشرح المهمات والمتجر والإضافات، وأشرح في خطة اللعب إزاي تقوي لعيبة وكل حاجة. وإن شاء الله ده كله أكون سايبه لكم في صندوق الوصف وبس كده يعني. وبرضه في حاجة هنا اسمها فريقي، دي اللاعبون دي بيكون اللاعبين كلها اللي معاك. وعايز تبيع أي لاعب مثلا اللاعب ده تدوس مثلا على كورته ولا عايز تبيعه تدوس عليه وتدوس الاستغناء مرة أخرى وبعد كده بيتباع.
ولو عايز تبيع كمية كبيرة من اللاعبين بتدوس على التشكيلة، بعد كده بتحدد وبتدوس تنفيذ وبتدوس الاستغناء. استغنى عليكم كلهم. بس يا باشا المدربون الفنيون دي المدربين بره اللي بيبقوا معاك، وملابس الفريق دي الملابس اللي بتبقى معاك. المدربون صح نسيت اقول لكم عليها، المدربين دي بيبقوا هنا. لا مش هنا، المدربين دي عشان الطاقات بتاعت الفرقة بتاعتك تزداد لازم تجيب لها مدرب. وعندك ده الهجمة المرتدة، الاستحواذ على اللعبة قصدي، اللي هو جوارديولا ده مدرب قوي، أقوى مدرب للاستحواذ على اللعب. وفي 5 حاجات، وفي 5 زي الاستحواذ على اللعب وهجمة مرتدة سريعة وكرة طولية مضادة، الكرات العرضية وكرة طويلة. ده كله يا باشا كل واحد فيهم بيبقى ليه مدرب. يعني مدرب جوارديولا ده الاستحواذ على اللعب، فانت تشوف انت بتحب ازاي، فده كله برضه انا هفهمكم بشكل افضل في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.